بالذال. المذي هو سائل لزج رقيق يخرج عند اشتداد الشهوة، ويخرج من الإنسان وهو لا يشعر به، وخروجه ينقض الوضوء، وهو نجس إلا أن نجاسته مخففة لأنه يكفي فيه النضح. وقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم من مكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأله، فسأله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه الوضوء. فإذا خروج المذي يوجب الوضوء، وهو كما قلنا نجس إلا أن نجاسته مخففة أنه يكفي فيه النضح. إذا أمذى الإنسان وهو صائم، فهل خروج المذي يفسد الصوم؟ يرى المؤلف أنه يفسد الصوم، عده المؤلف من المفسدات، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة والمالكية أيضا، وهو يعتبر من المفسدات عندهم، وذلك الحديث السابق: يدع طعامه وشهوته من أجلي. وأيضا قياسا على المني قالوا لأنه خارج تخلله شهوة أشبه المني. والقول الثاني في المسألة أن خروج المذي لا يفسد الصوم، أن خروج المذي لا يفسد الصوم، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية. وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع، لأنه لم يرد هناك دليل صريح يدل على أن المذي يفسد الصوم. واعتبار المذي داخلا في قوله وشهوته غير ظاهر، فإن هذا إنما يختص بالمني، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم كما في صحيح البخاري. ومعلوم أن القبلة والمباشرة تحرك الشهوة، ولا يخلو ذلك من خروج المذي في الغالب، ولو كان يفسد الصوم لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. وأما قياس المذي على المني فقياس مع الفارق، فإن المني يوجب الاغتسال والمذي لا يوجب الاغتسال، والمني كذلك يكون مع تحلل الجسم والمذي ليس كذلك، وهناك فروق كثيرة بينهما فلا يصح قياس أحدهما على الآخر. وهذا هو القول الراجح في المسألة. إذا القول الراجح في هذه المسألة والله أعلم هو أن المذي لا يفسد الصوم،